عارف ايه احسن طريقة ممكن تعلم بيها حد حاجة؟ مش انك تتكلم عن الحاجة دي ولا انك تأمره انه يعملها، هي انك تعملها قدامه. الناس ممكن تنسى كلامك، لكنها مستحيل تنسى افعالك اللي شافتها بعينيها. الاثر الحقيقي مش في انك تكون واعظ، الاثر انك تكون نموذج. النهاردة هنتكلم عن البصمة اللي بتتنقل من غير مجهود، البصمة اللي بتخلي الناس تتغير لمجرد انها شافتك. اهلا بيك في الاثر 28، القدوة. القدوة مش انك تكون انسان كامل ما بيغلطش، القدوة هي انك تكون انسان حقيقي. لما بتصدق في كلامك او بتلتزم بمواعيدك او بتعامل الصغير باحترام، انت هنا بتزرع بذرة في كل واحد بيراقبك. الاثر ده بنسميه العدوى الجميلة، لان الاخلاق بتعدي. العظمة مش في انك تبني تمثال لنفسك، العظمة انك تبني طريق الناس تمشي وراك فيه وهي مطمنة. بصمتك كقدوة بتبان في ولادك، في زمايلك في الشغل، وفي كل انسان حب يقلدك في حاجة صح انت عملتها. انت بطل في قصة حد تاني من غير ما تعرف، وده اغلى اثر ممكن تسيبه. يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وضدنا، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالعلم منك وينفع التعليم. مستني ايه علشان تبدأ تسيب أثرك في اللي حواليك؟ ما تستناش لما تبقى مثالي، ابدأ باللي انت عارف انه صح. الناس محتاجة أفعال مش خطابات. اسأل نفسك، لو حد قرر يقلدني النهاردة حياته هتبقى أحسن ولا أوحش؟ قرارك النهاردة. خليك القدوة اللي نفسك تشوفها في غيرك، وابدأ بفعل واحد صح والتزم بيه قدام الناس، وشوف ازاي هتعديهم بجمالك. وأثرك قرار صغير النهاردة.